قد ما جربت وصفات للصابلي عصري وبريستيج تقعد هادي تفوق عليهم بزاف بزاف. بساطة في المكونات وسهلة في التحضير وطعمها خيالي ما يتنساش. صابلي من الزمن الجميل، وصفة عمري ما نبدلها. وهذه واحدة من الوصفات التقليدية القديمة، يعني تاع زمان كنا نديروها بلا زيت وبلا مايزينا. كان يجي واحد الصابلي ما عندي ما نحكي لكم. وقد ما الواحد يجرب وصفات جديدة تبقى الوصفات القديمة عندها طعم مميز وتبقى في الذاكرة. إذا بغيتوا جميع التفاصيل تاع الوصفة تبعوا معايا لا فيديو للأخير. السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ونفوتوا مباشرة نحضروا الوصفة تاعنا. درت هنا 250 غرام تاع زبدة بحرارة المطبخ، زدت عليهم نص كاس تاع سكر رطب، المقطع راح لي مهم سكر رطب. زدت حبة تاع البيض وخلط بالخلاط الكهربائي. من بعد زدت القرصة تاع الملح وملعقة صغيرة تكون معمرة مليح تاع لافاني. ونخلط هاد المكونات مليح بالباتر حتى يتبدل اللون تاعه ويولي فاتح. نجيب الفرينة نكون غربلتها من قبل، ندير كمية، من بعد نزيد عليها ملعقة صغيرة تاع خميرة كيميائية، ونقعد نزيد في الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على العجينة تكون طرية، ما تكونش تتلاصق في اليد وما تكونش يابسة. صدقوني البنات، تشوفوا هاد الوصفة بلا زيت بلا مايزينا وتجي واحد الوصفة تحفة، يعني روعة، يعني في القمة. غير جربوها ما غاديش تندموا. شوفوا البنات، هنايا كملت لميت العجينة نتاعي، دروك نبدا نخدم فيها مباشرة. نرش شوية تاع الفرينة على سطح العمل ونجيب كمية تاع العجين ونحلها بسمك نصف سنتيمتر. نكمل هكا ونحل العجينة بسمك نصف سنتيمتر. انا دائما نستعمل هذا الحلال الكبير، من بعد نجيب الصغير باه يعاونني، انا هذا الصغير يعاونني بزاف. ونجيب الطابع تاعي، انا اخترت الشكل التقليدي اللي موالف يستعملوه، يعني تاع زمان كانوا يديروا هذاك الشكل الدائري اللي يجي مشرشف. وتاني كانوا زمان يستعملوا الكاس تاع لاتاي، غير الكاس تاع لاتاي ويطبعوا به الصابلي تاعهم ويخرج لهم شباب. شوفوا هنا البنات، راني بديت نطبع. درت هاد الحبات المغلوقين. كاينه واحد النصيحه، كي تبغوا تطبعوا الصابلي تاعكم، كي تحطوا الطابع عمركم ولا تدوه وتجيبوه. يعني الطابع كي تطبعوا به، كي تحطوه فوق العجينه ما تحركوش، مباشره طلعوه. هذيك العفسه هذيك تاع كي تحركوه هي اللي تخسر الشكل تاع الصابلي. وهذا الوصفه شوفوا البنات ما تتشق، ما يجيكم مشقق، ما يتعوج، ما يتبدل الشكل تاعه، يقعد كيما راه. كيما راكم تشوفوا هنا درت الحبات المفتوحين، شوفوا راني نرفد فيهم بكل سهوله. دروك نمشي نحطها في الفرن، نكون شاعل ديجا من قبل. نشعل عليه غير من تحت ومن الفوق، يعني بعد ما يطيب لي من تحت نشعل عليه غير شويه من الفوق. انا نبغي الصابلي يكون شويه طايب، ما نبغيش هذاك الصابلي اللي يكون ابيض. بعد ما طاب كما راكم تشوفوا، دروك هذوك الجهه المفتوحه راني حطيتهم هنا، نرش عليهم سكر غلاس. واللي ما تبغيش دير له سكر غلاس تقدي ديري له تخليه كيما راه، ولا ديري له شيكولا زيكزاك ولا تزيين، يبقى على حساب الرغبه. ولكن انا بغيت نخليه بهذا الشكل، بهذا التزيين يعني التقليدي كيما ناس زمان. جبت كميه تاع مربى المشماش، درته هنايا، وزدت عليه عصره تاع نصف حبه ليمون. انا نبغي نخفاه بالليمون بيعطيني بنه شابه احسن من الماء. احيانا المربى تاع المشماش يجي جامد، يجي شويه ثقيل، على بها نبغي نخفه. اذا كان المربى تاعكم جاي خفيف ولا سائل، يعني ماشي لازم تزيدوا له هذيك العصره تاع الليمون. انا نبغي نستعمل هادو تاع الزاج احسن، البنه تاعهم مليحه، ما تجيش فيهم ريحه تاع الحديد. كما راكم تشوفوا هنايا راني نلصق كل زوج مع بعضهم يجي على حبه. من بعد نحطه في البلا ونعمر هذوك الثقوب بالمعجون تاع المشماش. قبل ما نعمر زدت له شويه تاع الليمون باش يخفف شويه ويجيني ساهل. وهذا هو بعد ما كملت التزيين تاعه، حطيته هنا في طبق التقديم كما راكم تشوفوا الشكل تاعه بزاف شباب وجاي على حبه. اما البنه والهشاشه هذيك ما نحكي لكمش، اللي ما جربتهاش راهي مراطيه. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد، والسلام عليكم.